الفروسية المصرية موقعها فين بالظبط من العالمية؟ الفروسية المصرية إلى فين؟ رايحة فين الفروسية المصرية؟ طب هي موقعها حاليا فين؟ يعني لو جينا نقول الفروسية المصرية والعالمية هنلاقي موقعها فين في الجدول؟ هنلاقيها قريبة ولا بعيدة؟ الحقيقة اللي يقول الكلام ده الأرقام والمستندات وسجلات الاتحاد الدولي، وما نصدقش بعض صفحات السوشيال ميديا الخاصة ببعض اللاعبين أو بعض مسؤولي الاتحاد وغيرهم أو بعض المحسوبين على اتحاد الفروسية. الحقيقة الوضع مؤسف، والنتائج مش يعني ما تفرحش أي مصري، لكن اللي بيشاع واللي بيصدر للرأي العام شيء آخر. يعني ده قضيته الفروسية فين، وما يشاع ان احنا يعني مكسرين الدنيا وان احنا متصدرين وان احنا بنكتب على صفحاتنا ابطال عالم. اعتقد ان احنا حان الوقت وآن الاوان نكشف الحساب ونقول الفروسية المصرية موقعها فين بالظبط من العالمية. يا ريت حد بس يجاوبنا، يقول لنا اللي بيجرى ده فين الحساب بتاعه، مين المسؤول عنه، فين العقاب، فين المساءلة. دي أسئلة كلها نبقى نتوجه بيها للسادة المسؤولين عن الرياضة في مصر. النهارده احنا بنتكلم بعد ما مصر كانت ابتدت تبقى على رأس الدول، مش العربية بس، بقى ليها يعني ترتيب عالمي مرموق. الترتيب ده رجع لورا جدا، لأن الفريق تقريبا نقدر نقول اتسرح. يعني دلوقتي فريق الفروسية المصري اعتقد ان هو هيكون مكون من محمد طاهر زيادة ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار المقيم بأمريكا وكريم الزربي المقيم بهولندا. فرسان ممتازين، لكن طبعا النتيجة رجعت لورا، لأن الاثنين اللي كانوا قبليهم في الترتيب العالمي ما بقوش بيمثلوا مصر خلاص، واضطرهم الاتحاد ان هم يلجأوا لدول أخرى. أنا هنا بس بسأل السادة المسؤولين، يعني هل في أي نوع من المحاسبة على إن مصر تكون في مكان وبعدين دلوقتي تبقى في مكان تاني؟ هل في نوع من الرقابة أو برضو المحاسبة أو كشف الحساب عن إن بنوضح إن مصر دلوقتي ما فيهاش غير فارس واحد، وبنحط له نتائج يعني مش هقول عليها مغلوطة، أنا بقول عليه إن هو طلع الأول في مباراة أقيمت بالسعودية في الجائزة الكبرى، وهو يكون طلع الأول في الدور التأهيلي، ولما ينزل المباراة الكبرى ترتيبه يكون ال11.
وانا احط الخبر باسلوب معين انه هو شكله الاول. انا مش عايز ابدا حديثي او انهيه بان انا شكلي بهاجم هذا الفارس، ولكن انا بهاجم طريقة العرض وطريقة يعني ان انت تعرض الامور باسلوب على عكس الحقيقة اللي هي بتقول دايما ان الترتيبات محدش بيراجعها. يعني وزارة الشباب بتراجع مثلا الكلام اللي بينزل ده كلام مظبوط ولا كلام مغلوط، يعني حق يراد به باطل. مبلغ اللي من المال العام ال 23 مليون جنيه اللي اتصرفوا إعداد لدورة الأولمبياد بطوكيو، 23 مليون جنيه حتى ما اتصرفوش على الفريق المصري للفروسية، برغم يعني إن النتيجة اتلغت، ودي فضيحة لوحدها. يعني إن نتيجة مصر تتلغى بالكامل والفلوس تروح في يعني إهدار مال عام في الهواء والحاجات دي كلها. لكن يا ريتهم حتى كانوا اتصرفوا على الفريق، لأن الفرسان اللي هي عبد القادر سعيد وسامح الدهان وكريم الزربي ونائل نصار لم ينلهم جنيه واحد من الفلوس. فبنفاجئ بقى بالمواقع بتنزل اسم فارس معين اللي هو يعني ذو الحظوة اللي بيحظى بكل شيء من دعم وخيول وكل شيء هو اللي بتركز عليه تماما. كل فلوس الفروسية وكل دعم الفروسية رايح له هو لوحده. أنا مش بقول عليه إن هو فارس مش كويس أو فارس غير جيد، هو فارس موهوب وكل حاجة، لكن هو واخد حق كل زمايله ومحدش تاني بياخد حق. يعني كل الدعم موجه ليه هو لوحده تماما. بنلاقي مثلا بنك من البنوك الرئيسية في مصر عن طريق اتحاد الفروسية طبعا مطلع له رعاية ب 15 مليون جنيه في السنة. معرفش الخيل من مين، حاجات كلها رايحه له هو لوحده دون زمايله. ولما نلاقي الفارس ده المعين ده اللي احنا بنتكلم عليه حاطط على صفحته الشخصية في الفيسبوك ان هو رقم 1 وبطل العالم، وبعدين نراجع عادي جدا نلاقي ان هو ترتيبه ال 270 على العالم، وده ليس تقليلا من شأنه. 270 على العالم ده رقم مش وحش، لكن ما اخدش دعم على اساس ان انا بطل العالم. وبرضه ما فيش حد بيحاسب، والاتحاد بيساعد في كده ويآزر كده ويدي الصورة المغلوطة دي، وبرضه محدش لا بيحاسب الاتحاد ولا بيقول فيه ايه ولا انتوا بتعملوا ايه ولا اي حاجة. يعني بقى ناشد السيد وزير الرياضة ان بقى نظرة للفروسية تختلف عن كده، ومش معقول تفضل الفروسية ماشية في طريق يعني محدش خلاص عارف اخره. يعني اموال طائلة اتصرفت على اولمبياد طوكيو حتى، وبعدين في الاخر بسبب سوء ادارة او توجيه معين باصرار اشراك فارس معين، نلاقي في الاخر ان الفارس ده اشراكه وهو معلوم عنه ان كان في عنده مشكلة، ان في كان عينة ايجابية للمنشطات، وتتلغى نتيجة مصر بالكامل في الاولمبياد، ويضيع على الدولة 23 مليون جنيه كانوا اعداد لفريق الفروسية.
وفي الآخر مفيش حاجة ومفيش حساب، وكل في موقعه كما هو. والفروسية ماشية للأسف يعني في اتجاه مش سليم، وبتتراجع بسبب المحسوبية، وبسبب إن إحنا بنصر على إن إحنا نشرك أولادنا وأولاد شركائنا وأولاد أعضاء الاتحاد، وكده خسرنا أحسن فرسان عندنا في مصر. وبناشد طبعا كبير البلد السيد رئيس الجمهورية نظرة للفروسية، لأن يعني إحنا استرسنا بحضرتك كتير، وعايزين حد يبص بس على الرياضة اللي إحنا اتربينا عليها ونشأنا فيها، ونحب نشوفها دايما في الطليعة، ومنشوفهاش عمالة ترجع لورا، وناس عمالة بتحكي في قصص مش حقيقية. مراجعة الكلام ده ومحاسبة المخطئ ومكافأة اللي هو بيعمل إنجاز، وما تبقاش العملية كده يعني سداح مداح. مش هطول عليكم أكتر من كده، وأتمنى أن كشف حسابنا ده يلقى من يستمع إليه، وكل صاحب حق ياخده، وكل واحد مجني عليه يشوف حقه بيرجع له، ونشوف الفروسية المصرية في أحسن صورة ليها. شكرا لكم.